إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في واحد 3 4 ديال الدقائق بسرعة كما العادة حول القضية ديال هذا المسخوط هذا ديال فوزي القجع، هذا المجرم هذا اللي كان خصو يكون في السجن وماشي غير هو. هو وديك فاطمة الزهراء المنصوري هذيك ديال السطو على الأراضي اللي خرجت في جبروت، وهبي تا هو كذلك التهرب الضريبي اللي خرج في جبروت واضح، وهو التحق بهم هذا المجرم هذا الآخر ديال القجع واضح. فين التحق بهم في حزب البام. شكون هو البام؟ حزب ديال فؤاد علي الهمة، المستشار ديال الملك محمد السادس وصديق الملك محمد السادس واضح. اذا هنا كنشوفوا مباشرة ان علاش هاد المجرمين هادو ديال الوزراء، نهضر على المنصوري ووهبي في هاد الحالة هادي، ما مشاوش للسجن بالجرائم ثابته عباد الله، خرجت في جبروت ثابته واضح، والقضاء كاع ما تحرك. ولكن كيفاش بغيتي القضاء يتحرك وهما في الحزب ديال فؤاد علي الهمه، ها اللي كيحرك التليفونات باش كيقول لهم شوفوا داك الزفزافي غادي تعطيه واحد 20 عام. واش القضاء المغربي غيقول ليه لا؟ واش المغربي فيه قضاء مستقل؟ ها هو دابا هاد القجع خلطها اجرام، وهو مشى زاد دابا عفوا يكملها. وانا بعد اللي كنشوف نديروا لها واحد التحليل صغير وسريع وبسيط. دابا ما عرفتش انا شكون اللي مشى عند الاخر، واش حزب البام مشى عند القجع ولا القجع مشى عند حزب البام؟ لا، لان كنشوفوا دابا هو السيد دخل والمهراجه والبهراجه وقال لك غيطرش غير على بركان وكذا، داكشي يقدر يكون غير در الرماد في العيون، لان غدا وبعد يقدر يوقع مؤتمر استثنائي ويحسبوا واحد جوج يحطوا لك القجع امين عام الحزب، وبعد غدا تلقاه ولا رئيس الحكومه. لان من واحد الجانب هذا الكلام اللي كنقول لك عنده مصداقيه، لانني كنهضر معاك بالتحليل المنطقي. لماذا؟ تعقلوا المهرجه والبهرجه اللي داروا لنا كذلك الاخ النوش قبل ما يطلعوه، لان المخزن واضح. نظام المخزن في المغرب هو من يقرر من سيكون رئيس الحكومه واضح. ومين كتعرفهم قرروا كيبداو يديروا الطباله والغياطه لشي اسم، بحال اللي كانوا داروا الاخ النوش قبل ما يطلعوه لكم في هاد الولايه هذه اللي غتسالي عنده بيانطو. بقاو عليكم الملياردير المغربي وبابابا وبيبيبي وكبر الثروه ديالو، واش الرجل العصامي والقوي بوطوطو تي ما عرف انايا. جابوه لكم، راه شتو البلاد كي ولات. وانا لا احمل المسؤوليه الكامله لعزيز او عبد العزيز اخ النوش رئيس الحكومه المغربي، ولا لسياساته في تقهقر الاوضاع في المغرب أسوأ مما كانت عليه في يمات العداله والتنميه. ولكن عرفتوا علاش الاوضاع تتقهقر في المغرب؟ يعني ولايه على ولايه ديال رؤساء الحكومات، او انتخابات على انتخابات بلوتو، لانه اللي كيحكم المغرب ماشي هما الناس هادو. اللي كيحكم المغرب هو المخزن، والمخزن كيشفر والمزيوده كتخوى ومنه راه المغرب غادي غير كيغرق. داكشي علاش حنا كجمهوريين معارضه جمهوريه من الخارج نطالب باسقاط النظام المغربي ومحاسبه الملك المغربي محمد السادس وعصابته وكل المتورطين معه واضح. اعتقد الناس فهمت معايا شويه اكثر هنايا. فهاد المهرجه والبهرجه اللي دايرين لينا دابا هاد فوزي القجع هذا، نزيدو نشوفوها حتى من واحد الجانب اخر، ان حزب البام يمكن تاسس 2007 ولا ما نعرف ليه ياك، كيسميوه الناس حزب القصر، كاين اللي كيسميه حزب الدوله، كاين اللي كيسميه الحزب فؤاد علي الهمه. ما علينا، تعددت الاسباب. وحزب البام واحد. فقلت لكم نشوفوها من واحد الجانب اخر. هاد حزب البام هذا نتوما من 2007 لدابا ما قدرتوش تكونوا نخبه، لان باش كيجي واحد السيد سميتو القجع
اللي الشعبيه القجع ما كان كيعرفوا حد. واضح. الشعبيه ديال فوزي القجع جاءت مع الانتصارات ديال كره القدم اللي كلها رشاوي واتجار دولي في الكوكايين وما خفيه. كان اعظم ما كنبغيش نقيس في هذه الملفات هذه. واضح. لاسباب اكس و ايكغيك تيجي وقتها. واضح. فهاد السيد هذا اللي بنى الشعبيه ديالو بكره القدم غنجيبو حنا المغاربه لاننا الشعب عندنا مسكين باع. عندنا الشعب مسكين باع، فغنجيبو شعب باع اللي كيعشق كره القدم وكيدير باع وكيسحب له القجع. هو اللي دار الثوره في كره القدم كما زرعها له المخزن واظلامه وصحافته ومخابراته. زرعوا هذا الشعب باع في دماغه وغنبقاو عليهم ودابا عرفتي وراه دايره الدوبه بالالكترونيك التعاريق. انا راني متبع هاد الخدمه هادي اللي خدامها المخزن دابا باش يسلك يزيد مازال يسلك باش يزيد يشفر البلاد. مازال واحد السنوات عجاف. فهمتي. غنجيبوا هذا السيد هذا اللي كتبنا على عباد الله قلنا لهم دار النهضه الكرويه. واش النهضه الكرويه ما كاينه؟ واضح. انت في بلادك في وسط المغرب وجالس كتشري الماتشات تلعب غير مع فراقي ما عمر مساكن كاع جابوا شي لقب ولا داروا شي مشاركه وفي وسط الدار البيضاء والرباط وعركتي معاهم يا صاحبي في الرباط بلوطو. عركتي معاهم اصاحبي عركتي كتشري لي الماتشات مع نيجيريا. انا مشيت عند السنغال ويتقادك وقادوك بالكوره. ما علينا. غادي نجيبو هاد الشعب هذا اللي كيسحاب له فعلا القجع دار شي نهضه وغادي نجيبو القجع نحطوه في رئاسه الحكومه. لان شتي التسلسل انا ماشي تنقول لك غيوقع 100%. انا كندير غير تحليل منطقي. شي التسلسل تاع الاحداث. واضح. كتقراها من بعيد كتقول رجع غادي لرئاسه الحكومه. لان في المغرب ما رئيس الحكومه في المغرب ما كيجيبوش المخزن بحسب الكفاءه، كيجيبوه حسب الخضوع. كيكون كيبوس اليدين مزيان وكيكون مورط في حوايج اكس و ايكغيك. واضح. بحال نهار جابوا بن كيران راه كان مخبر. بن كيران كان مخبر. السي بن كيران اللي خرج كيعايرني ديك النهار كيقول لهم كاين شي براش في امريكا الجنوبيه كيسحاب لهم راسهم تشي كيفارا باغيين يطيحوا النظام المغربي. واش عرفتوا شنو هو النظام المغربي؟ من حقك تدافع على النظام المغربي يا بن كيران، ولكن اللي ماشي من حقك هو تسبني انا. تفاهمنا. وسلم لي من هاد الضمير بابا على الضابط الخلطي. الضابط الخلطي اللي كنتي كتهز الحزب ديالك انت بعتيه للمخابرات المغربيه. باش عرفت انا هي الضابط ديال المخابرات اللي كنتي كتعامل معاه ما نعرف، ولكن كنقول لك سلم لي على الضابط الخلطي. وبعد مني السي بن كيران. اما راه غتقدو فيا ما يعجبك حال، والله ما يعجبك حال السي بن كيران. انا تنقول لك بعد مني. فعودة للموضوع قلت لكم الاخوان كيجيبوا مخبر تاع المخابرات كيردوا رئيس الحكومه في واحد الفتره الحرجه ديك ديال 2011 والثورات عفوا والربيع العربي اكسترا. من بعد قال لك اش غنديروا ما نديروا. دابا الطباله والغياطه اخ النص الرجل العصامي كبر الثروه ديالو. عرفتي كيما كبر الثروه ديالو ولات الملايير ديال الدولار ولا اغنى ثاني رجل في البلاد من بعد الملك. غادي يجيب لنا داك التقنيات باش دار الفلوس وغادي يطبقوا منا في المغرب وغنوليو حتى حنا نديروا الفلوس. والمغاربه تابعينهم بقاو تابعينهم حتى شفتوا الاوضاع كي ولات. دابا جابوا لهم القجع قال لك راه كيف ما دار النهضه في الكره راه عرفتي راه غيبدل المغرب غيردوا مع الامريكان. ولكن داير هادشي هذا غير المخزن اصاحبي. والله الا المخزن هو اللي كيخدم هاد الافلام هادي ديال الافلام ديال الهنود. ودي تحياتي لكم الاخوان. شوفوا راه ما كاين شيء. غنجيبها لك من الاخر. ما طولنا 9 ديال الدقائق ديكم نتكلموا شي 4. اخاي اسقاط النظام والمحاسبه. فهمتي المحاسبه. تحياتي والى اللقاء. شكرا للحضور. اللي بغى يبارطاجي كنشكروه. مع السلامه.